ما بقتش فاهم زمالك فيريرا. يعني الفريق اللي يكسب متصدر الدوري 3-0 ويكسب مودرن سبورت اللي كسب بطل افريقيا وتعادل مع الاهلي ويكسب سيراميكا اللي من اقوى الفرق في مصر، هو نفس الفريق اللي بيتعادل مع المقاولين وبيخسر من دجله اللي لسه صاعدين من الدرجه الثانيه. زمالك فيريرا انا بصراحه مش فاهمه. عاوز اقول لك ان قبل الماتش اخر 4 ماتشات بين الزمالك والمصري في الدوري الممتاز كانوا انتهوا كلهم بفوز المصري، واخر 6 ماتشات ما كانوش شافوا خالص طعم الفوز للزمالك. في اخر 6 ماتشات بين الزمالك والمصري كان 4 فوز للمصري و2 تعادل. وعموما في كل البطولات اخر 10 ماتشات ما بين الزمالك والمصري كان الزمالك كسب فيهم بس ماتشين، اتعادلوا 4 والمصري كسب 4. والنهارده والزمالك بيلعب المصري، والمصري البورسعيدي هو متصدر الدوري، افضل فريق في مصر في اول 5 جولات من عمر الدوري المصري. بيقوده افضل مدير فني موجود في الدوري المصري حاليا هو الكابتن نبيل الكوكي. وفيريرا الناحيه الثانيه عليه تساؤلات وعلامات تعجب كتيره جدا من الجمهور وانتقاد لاداء الفريق تحت قيادته. فكل حاجه قبل الماتش بتقول ان صعب الزمالك يكسب الماتش ده، بس على عكس المتوقع الزمالك بيكسب المصري البورسعيدي 3-0. فيريرا قرر يبدا الماتش النهارده حارس مرمى محمد صبحي، على اليمين عمر جابر، على الشمال محمود بن تايج، خط الدفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، مركز 6 دونجا، مركز 8 عبد الله السعيد، ومركز 10 ناصر ماهر، على يمينهم بيزيرا البرازيلي، وعلى الشمال ادم كايت تحت مهاجم عدي الدباغ. وعلى الناحيه الثانيه الكابتن نبيل الكوكي قرر يبدا المباراه حراسه المرمى عصام ثروت، على اليمين كريم العراقي، على الشمال عمرو سعداوي، قلبين دفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم، خط النص محمد مخلوف ومحمود حماده واحمد عامر، على اليمين دغموم، وعلى الشمال منذر طمين، تحت مهاجم وحيد صلاح محسن. نجيب عن الزمالك محمود حمدي الونش بعد الطرد اللي حصل عليه في مباراه وادي دجله، وشيكو بنزا اللي اتاخر انه يرجع القاهره من انجولا في الاجازه اللي خدها الفريق في التوقف الدولي، وقال لك الحجه ان انا كنت قاعد مع عيلتي وكده وظروف خاصه فما قدرتش ان انا ارجع في ميعادي. وده كان السبب ان يانيك فيريرا او الجهاز الفني لنادي الزمالك يقرروا معاقبه اللاعب ان هو يتحرم من انه يدخل قائمه مباراه المصري. حكم مباراه الزمالك والمصري كان الكابتن محمود ناجي. انا برضو استغربت لما لقيت عمر الساعي على الدكه اللي مقدم موسم كبير جدا، فاستغربت وسالت نفسي ليه الكابتن نبيل الكوكي مقعد عمر الساعي على الدكه النهارده في ماتش مهم زي ده للمصري. من المفارقات برضو اللي في الماتش النهارده ان كباتن الفرقتين هم اولاد النادي في الفرقتين، سواء عمر جابر او كريم العراقي، وبرضو الاثنين هم الباكات اليمين سواء هنا او هنا. فعمر جابر هو باك يمين نادي الزمالك، وكريم العراقي هو باك يمين النادي المصري. يمر 10 دقائق من احداث الشوط الاول، ال10 دقائق دول هم تقريبا كانوا احلى 10 دقائق في الموسم كله من بدايه الموسم لحد النهارده في الدوري المصري الممتاز كله. 10 دقائق كانوا صراع جدا ما بين الفرقتين، وفي الثانيه 10 عبد الرحيم دغموم كده بياخد كره من نص الملعب وبيشوطها بس سهله في ايد صبحي. في الدقيقه الثالثه اول هجمه حقيقيه في الماتش اللي بيقودها صلاح محسن، بيلعب واحده جميله لكريم العراقي على اليمين اللي بيرفع لدغموم بس بيبعدها دفاع الزمالك بقياده مين؟ ايوه بقياده اخوان بيزيرا. اخوان بيزيرا اللي هنتكلم عليه كتير قوي النهارده. اخوان بيزيرا اللي قدم مباراه كبيره جدا واللي ماتش عن ماتش مستواه بيفرق عن كل اللي حواليه. وعشان اخوان بيزيرا بيقود الهجمه 1 2 مع ناصر ماهر وبياخدها اخوان بيزيرا، يرفع واحده على الارض يبعدها كريم العراقي تترد لناصر ماهر اللي بيشوطها بعيد عن باين قوي خلال احداث المباراه ان الفرقتين فايقين، وباين قوي ان العناصر الهجوميه هنا وهنا هتبقى فايقه وهتقدم لنا ماتش ممتع هنشوفه ما بين الزمالك والمصري. برضه لما الكاميرا كانت بتيجي على فيريرا باين على وشه الضغط العصبي اللي هو فيه، باين على وشه ان هو بيشوف الانتقادات اللي بيوجهها له جمهور الزمالك، باين على وشه ان هو يعني مضغوط ومركز قوي في الماتش عكس كل الماتشات اللي فاتت. يانيك فيريرا اتفرج على المصري كويس قوي خلال فتره الاجازه وده كان واضح قوي في لعبه يانيك فيريرا نفذها لاول مره في ماتش المصري، وهي ان احنا هنضرب الدفاع بباصه واحده. الباصه دي سواء عاليه او سواء على الارض بس هي باصه واحده هضرب بيها الدفاع، هستغل فيها ان المصري فريق بيلعب بالدفاع متقدم فانا هضرب الدفاع. وممكن اللي ساعد فيريرا ان هو يفكر برده ان هو يلعب لعبه زي دي في الماتش بتاع المصري ان كان معاه في الدفاع النهارده محمد اسماعيل. محمد اسماعيل هو احسن مدافعين الزمالك كلهم اللي موجودين في قائمه نادي الزمالك اللي بيلعب برجله، فممكن ده اللي خلى فيريرا يستغل نقطه القوه اللي عنده في محمد اسماعيل وان هو يلعب على دفاع المصري اللي بيلعب دفاع متقدم ان انا هضرب المصري بكوره واحده هبقى انفراد. وشفنا ده في الدقيقه السابعه لعدي الدباغ بكره اتلعبت له من ناصر ماهر بس لعبها سهله في ايد عصام ثروت، وبعدها تقريبا من نص دقيقه لدقيقه كره بالكربون وبرده من ناصر ماهر عدي الدباغ بيضيعها وبيتالق فيها عصام ثروت. اللعبه دي اتكررت على مدار الماتش 5 6 مرات. اللعبه دي الزمالك لعبها كتير جدا في احداث المباراه، تقريبا لعبها 5 6 مرات
واللعبه دي اتطبقت كتير، خصوصا لما عدي الدباغ كان موجود مش لما نزل عمرو ناصر. الكابتن نبيل الكوكي قرر اللعبه دي من بدري، فقرر ان هو يقدم الدفاع خط زياده كمان عشان يلعب على مصيده التسلل، وهنا نجح فيه لان عدي الدباغ تقريبا وقع في التسلل 4 مرات. الكره دي جات له من محمد اسماعيل، جات له من دونجا، جات له من عبد الله السعيد، وجات له من ناصر ماهر بعد الكورتين اللي ضيعهم في اول الماتش. والماتش بدأ ولحد جول عدي الدباغ دونجا ما كانش موجود في الماتش خالص. دفاع الزمالك كان مستباح، وخط نص الزمالك كان مخترق جدا لان دونجا ما كانش موجود في الماتش. دونجا كان سارح، انت ما تعرفش دونجا كان فين. انا اصلا حسيت ان انا ما شفتش دونجا في الماتش. دفاع الزمالك كان سهل قوي اختراقه من العمق بسبب غياب دونجا، وحتى لو كان مطلوب منه ان هو يمسك دغموم مان تو مان، فدغموم كان مشكل خطوره على الزمالك في اول 29 دقيقه لحد ما عدي الدباغ جاب الجول. كان مشكل خطوره كبيره جدا على الزمالك. من الدقيقه الثامنه مثلا دفاع الزمالك كان هيتضرب بنفس الكوره اللي بيحاول يانيك فيريرا ان هو يضرب بيها الدفاع المصري. فدغموم خد كوره لعبها لصلاح محسن، محمد صبحي خرج غلط من المرمى، صلاح محسن عدى بس ما عرفش بعد كده يتحكم في جسمه وفقد توازنه. بعدها دفاع الزمالك بعد كده هجمه اخوان بزيره بيعدي، وما تعرفش هو بيعدي ازاي. الراجل ده بيعدي من على الطرف وبيرقص عمرو سعداوي وبيشوط طبعا، وعمر الساعي قاعد على دكه المصري، فالوحيد اللي هيقدر يخرج فرقه المصري من الدفاع للهجوم هو دغموم. فعشان كده دغموم كان بينزل لمناطق متاخره قوي في الدفاع المصري عشان يستلم هو الكره ويوزع هو اللعب على الملعب كله، لان دغموم هو الوحيد في تشكيله المصري في غياب عمر الساعي اللي يقدر يعمل ده واللي يقدر يخرج بالكره من تحت الضغط. وممكن ده كان هو السبب ان دغموم مثلا بعد الدقيقه 30 او بعد الدقيقه 35 اختفى خالص بسبب ان هو اداؤه البدني وقع. وحتى احنا شفناه في الدقيقه 22 تقريبا او الدقيقه 20 وهو بيقع ومش قادر يكمل الماتش، وكان تعبان بدنيا لانه عمل مجهود بدني كبير قوي في اول 20 دقيقه، وكان بينزل لمناطق متاخره قوي في الملعب عشان خاطر يبني هو الهجمه ويلعب هو فرقه المصري كلها. اللي خلى دغموم يوصل لكل ده اولا كان غياب عمر الساعي، ثانيا ان الزمالك كان نازل النهارده مختلف عن كل الماتشات اللي فاتت اللي لعبها في الدوري مع يانيك فيريرا. زي ما بقول لك الفرقه كانت نازله عامله الضغط العالي على لعيبه المصري، كانت نازله واقفه صح في الملعب جدا، ومن اول دقيقه في ضغط عالي من لعيبه الزمالك على دفاعات المصري. كل لعيب من المصري اول ما الكره بتبقى معاه من اول دفاع المصري لحد حته الهجوم بتلاقي لعيبه الزمالك داخله عليه، والدفاع كان بيتطبق من اول عدي الدباغ. فالضغط العالي اللي كان عامله لعيبه الزمالك خنق برده دغموم، ما خلاهوش يلعب لعبه، خلاه بينزل زي ما بقول لك لمنطقه دفاع فريقه عشان يبني هو اللعب. وده كان سبب ان دغموم مع مجريات المباراه ومع لما الماتش مشي وقع، طبعا وقع بدنيا خالص وما بقاش ظاهر خالص. وكل ما كان بيعدي في الماتش وقت اكتر كل ما كان دغموم بيختفي اكتر. دي حاجه نجح فيها جدا يانيك فيريرا، قدر ان هو يقضي على خطوره دغموم المصدر الرئيسي لخطوره المصري البورسعيدي. قدر يانيك فيريرا يقضي على ده نهائيا، دي حاجه يستاهل فيها التحيه. يانيك فيريرا قرا فرقه المصري بشكل كبير جدا، كان دارس فرقه المصري بشكل صح، حاول يبتكر طرق لعب جديده زي ان انا هضرب الدفاع بباصه واحده، حاول يقدم طرق لعب مختلفه. الضغط العالي اول مره نشوف الزمالك بيطبق الضغط العالي بالشكل ده. كل الحاجات دي يستاهل عليها التحيه، زي ما انتقدناه كتير يانيك فيريرا يستاهل عليها التحيه لما قدمه من افكار جوه الماتش النهارده. قدر ان هو يتفوق كليا على الكابتن نبيل الكوكي. الناحيه الثانيه زي ما اتكلمنا على رقم 10 في المصري، نتكلم على رقم 10 في الزمالك ناصر ماهر اللي قدم افضل ماتشاته مع الزمالك منذ بدايه الموسم، وده اللي انا دايما بكلمك عليه في ناصر ماهر. ناصر ماهر في ايده يبقى لعيب في منتخب مصر اساسي، ناصر ماهر في ايده يبقى من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. بس ناصر ماهر هو اللي مش حاسس بقيمه الموهبه اللي ربنا اداها له. ناصر ماهر هو اللي تركيزه في اللعب دايما بيبقى فيه ساعات كتير قوي استهتار، او ساعات كتير بيبقى عايز ان هو يستعرض اكتر من انه يقدم لعب ايجابي. على عكس النهارده وخصوصا في الشوط الاول ناصر ماهر كان مقدم واحده من احلى ماتشاته مع الزمالك من مده كبيره جدا، كان لعبه كله ايجابي ولعبه كله كان على الجول. وشفنا في جول عدي الدباغ وناصر ماهر هو بطله الاول والاخير. جون عدي الدباغ لولا ناصر ماهر ما كانش جه، وهنيجي لجون عدي الدباغ وهنتكلم عليه. بس ناصر ماهر لما بيركز من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. ناصر ماهر عنده الفرصه انه يبقى لعيب اساسي في منتخب مصر، لو هو عايز يعمل ده هيعمل. من الدقيقه 11 لحد الدقيقه 17 بدا رتم الماتش يهدى وبدات اللعيبه هجوميا تهدى شويه، لحد ما في الدقيقه 17 دغموم بيخترق من ناحيه يمين الزمالك بيرفع واحده، صلاح محسن احسن لعيب في المصري كان موجود النهارده بيريحها بدماغه لمحمود حماده اللي بيشوطها بعيد عن مرمى محمد صبحي. انا هفضل مقتنع برايي ان انا شايف ادم كايد لعيب فري ستايل اكتر منه لعيب كره في ملعب 11. ادم كايد هو لعيب المساحات او المسافات الصغيره،
هو اللي هيلعب لك باصه يضرب لك بيها دفاع، زي ما حصل في جون عدي الدباغ لما بصها لناصر ماهر، او لما حصل في ماتش سيراميكا في اول ماتش في الدوري برده لما بصل ناصر ماهر الجول اللي جابه ناصر ماهر في الدقيقه 84. بس ادم كايد ما تحطوش وينج، ما تطلبش منه مسافات كبيره او مسافات طويله، ما تطلبش منه يجري لانه مش هيقدم لك ده. هو اللعيب اللي يلعب مركز 8 او مركز 10. وفي حاجه برضو لاحظتها فيه بصراحه في ماتش المصري، ان انا حاسس ان ادم كايد يعني لعيب كسول، انا حاسه كسول قوي، فدي حاجه محتاجه يعني ان حد يعمل له انذار كده. هو لعيب مساحات صغيره، هيرقص لك ترقيصه صغيره او هيرقص لك ترقيصه على الواقف، هيلعب لك باص يضرب لك بيها دفاع، بس مش ادم كايد اللي هو هيعمل لك اللي انت منتظره من لعيب وينج. فانا بشوف ادم كايد لعيب مركز 8 او مركز 10، ما بشوفوش لعيب وينج خالص بصراحه. ما اعرفش ليه فيريرا مقتنع ومصمم ان ادم كايد وينج. فيريرا هو برازيلي كما يقول الكتاب، هو مصدر خطوره الزمالك الاول والاقوى، اللعيب اللي دايما يعني داخل على الجول، اللعيب اللي دايما كورته لقدام، اللعيب اللي عايز يرقص وبيرقص وانت ما بتبقاش عارف هو بيرقص ازاي، اللعيب اللي شايل هجوم الزمالك كله وراه وماشي بيه. اللي انا بقى استغربته في فيزيرا اكتر ان هو كمان بيقدم واجباته الدفاعيه زي ما بيقول الكتاب. اللعيب ده بيضغط، يعني بيضغط على اللعيب اللي معاه الكوره في الفريق المنافس، بيقطع منه الكوره من غير ما يعمل فاول، ومش مجرد راجع وخلاص كوينج بيقدم المهام وخلاص فبيحلق، لا، هو بيضغط وبيقطع الكوره وبيبني هجمه بعد كده. هو لعبه كله طبعا هجومي ولعبه كله ايجابي على المرمى، فهو بيقطع الكوره وتلاقيه بدا هجمه. هو مش بيدخل ان هو بيلتحم كده وخلاص، لا، هو بيدخل بجسمه بيقطع الكرة من غير ما يعمل فاول. فما عندوش حتى الحته بتاعت اللعيبه البرازيليه اللي هو فيها سنه، يعني سنه دلع كده شويه، اللي هو انا ليه هدافع، لا، هي حتى دي مش عنده. هو مع انه هو كسبان حب عند جمهور الزمالك في الكام ماتش اللي لعبهم يخلوه لو ما دافعش الناس مش هتزوم عليه قوي ومش هتركز قوي معاه، بس لا، هو بيلعب بروحه وبيلعب بموهبته، مستحسه مولود في 100 عقبه. اللعيب عنده حماس بتاع اللاتينيين وده مخلي الجمهور يحبه ويتعلق بيه قوي. اللعيب حتى ما بيعملش الفاول، يعني حتى بيدخل يقطع الكوره فيبني هجمه فيعمل هجمه. مصدر خطوره الزمالك الاول اخوان بزيرة، الجمهور طاير بيه بس في السماء. وفعلا اخوان بزيرة نسى جمهور الزمالك زيزو. 25 دقيقه بتفوت من احداث المباراه عمال ادور فين دونجا، مش لاقي دونجا، عمال احاول اجيب دونجا في الملعب مش لاقي دونجا. خط دفاع الزمالك مخترق بسبب ان مفيش مركز 6 في الزمالك، دونجا مش موجود، واحنا هنا ممكن نبقى اكتر ناس دعمنا دونجا واكتر ناس بنقول ان دونجا ما يستاهلش كل النقد ده، بس اول 25 دقيقه في احداث المباراه هو دونجا مختفي تماما ومش ظاهر تماما، وعمق الزمالك مستباح بسبب ان مفيش دونجا. عدي الدباغ هو كمان برغم الجول اللي جابه ضيع كورتين في اول 10 دقائق من عمر المباراه، بعد كده اختفاء تام، كل الكور اللي بتجيله هو تسلل سرحان، حتى الضغط بتاعه ما كانش الضغط القوي، ما كانش الالتحامات القويه. فهل عدي الدباغ ده مستواه، ولا هل الهدف اللي جابه قدام المصري هيديله الثقه اكتر؟ فهيبدا بقى عدي الدباغ نشوف الصفقه اللي كان بينتظرها كل جمهور الزمالك، واللي انت ما ينفعش تنسى ان فرقه الزمالك دي عموما اتبنت على 3: اخوان بزيرة، شيكو بنزا، عدي الدباغ. شيكو بنزا كل شويه في مشاكل وما كملش شهرين في النادي واستبعد مرتين بسبب مشاكله. خوان بيزيرا طبعا هو اللي فارق عن الثلاثه، هو اللي مقدم مستوى ثابت ومستوى رائع ومستوى كبير جدا. عدي الدباغ لسه ما ظهرش، ده عدي الدباغ المهاجم اللي انتظرته كل جمهور الزمالك، المهاجم اللي خد دعم كبير جدا من جمهور الزمالك، المهاجم اللي جمهور الزمالك قال اخيرا بقى عندنا مهاجم اساسي في الفريق بعد رحيل مصطفى محمد، المهاجم اللي هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين لسه برغم الهدف اللي جابه قدام المصري، بس مش ده عدي الدباغ اللي انتظرته كل جماهير الزمالك. النهارده بتقع في التسلل حوالي تقريبا 4 مرات، ولا مره قدرت ان انت تستغل الفكره او اللعبه اللي كان عايز يعملها يانيك فيريرا، ان انا هضرب دفاع المصري بلمسه واحده. 4 مرات في التسلل ومرتين بتضيع الكوره، التحاماتك ضعيفه جدا، ان انت بتحاول تطلب الكره ضعيفه جدا. ناصر منسي انا عندي تحفظات عليه كتير الموسم ده لان هو مختلف تماما عن الموسم اللي فات حتى في روحه في الملعب، بس لما بينزل بيقدم خطوره اكتر من اللي بيقدمها عدي الدباغ. فاتمنى ان عدي الدباغ يبدا ياخد الثقه بالهدف اللي جابه قدام المصري، ونشوف اللعيب اللي انتظرته فعلا كل جماهير الزمالك. وخليك فاكر ان فرقه الزمالك دي اتبنت على عدي الدباغ، على اخوان بزيرة، على شيكو بنزا. المصري لحد جول عدي الدباغ كان هجوميا شكله افضل، كانت اللعيبه بتهاجم كمنظومه وككتله واحده في الملعب. عبد الرحيم دغموم كان بياخد الكوره يبدا هو الهجمه، صلاح محسن كان فايق جدا وهو احسن لعيبه المصري لحد ما خرج. فكان المصري هجوميا شكله افضل من الزمالك، عكس الزمالك اللي هجماته كلها كان اعتماده الرئيسي على المهاره الفرديه لاخوان بزيرة او ناصر ماهر اللي كان فايق جدا النهارده.
لكن من ناحيه ادم كايد او عدي الدباغ فما كنتش انا حاسس بيهم لحد ما عدي جاب الهدف الاول للزمالك. وفي الدقيقه 29 عدي الدباغ بيسجل اول اهدافه بتيشيرت الزمالك. جول كان بطله الاول ناصر ماهر اللي بدا هو الهجمه، راحت الهجمه لعب ثرو، بهل المحمدي عمل تاكلينج فراحت ناحيه الاوت، عدي الدباغ جري عليها وخدها، لعبها لناصر ماهر اللي بيلعبها لادم كايد اللي بيديله باصه يضرب بيها دفاع المصري، ناصر ماهر بيرفعها اسيست تيجي في العارضه وترجع لعدي الدباغ بيسجل اول اهدافه بتيشيرت الزمالك. ومن هنا بقول لك على ادم كايد ان هو هيدي لك باصه يضرب لك بيها الدفاع، لكن ما تطلبش منه يبقى لعيب مساحات او يقدم المهام اللي مطلوبه من الوينج. جول كان بطله الاول ناصر ماهر، عدي الدباغ بيسجل اول اهدافه بتيشيرت الزمالك. بعد جول الزمالك حصل عكس التوقعات، اختفاء تام للعيبه المصري، لعيبه المصري بقت رد فعل ما بقتش فعل، لعيبه الزمالك هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي بتدور الكوره زي ما هي عايزه، وهي اللي ممشيه الجيم زي ما هي عايزه بالظبط. وكل ده كان السبب فيه هو يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك اللي ذاكر فرقه المصري كويس جدا، عكس الكابتن نبيل الكوكي اللي ارتكب 3 اخطاء النهارده. الخطا الاول هو وجود عمر ساعه على الدكه، الخطا الثاني لما نقل عبد الرحيم دغموم من العمق وداه ناحيه اليمين، وهقول لك ليه نقله وليه كان غلطان في النقله دي. الغلطه الثالثه لما طلع صلاح محسن ونزل مكانه حسين فيصل في الدقيقه 65 بعد هدف عمر جابر، وصلاح محسن هو احسن لعيب كان موجود في المصري النهارده، فطلعه، ولما طلعه قل الضغط نهائيا على دفاع الزمالك لان صلاح محسن هو اللي كان بيضغط، هو اللي كان بيتحرك، هو اللي كان موجود في كل الناحيه الهجوميه للزمالك، كان افضل لعيبه المصري النهارده وراح مطلعه، وكان لسه معاك 35 دقيقه غير الوقت بدل الضايع اللي كان هيتحسب لك، فبتطلع احسن لعيب عندك. فالنهارده اكتسح يانيك فيريرا الكابتن نبيل الكوكي في كل انحاء المباراه سواء هجوميا دفاعيا، الافكار اللي كانت في الملعب، اداره المباراه اللي كان مركز اكتر مع الماتش. كابتن نبيل الكوكي كان متعصب جدا النهارده، ما اعرفش ايه السبب في ده، بالرغم ان انت المفروض في اول 5 جولات معاك احسن فريق بيقدم كره في مصر، انت افضل مدير فني في مصر في اول 5 جولات، ما اعرفش كان ايه سبب العصبيه دي كلها، عكس يانيك فيريرا اللي كان مذاكر المصري كويس جدا جدا جدا. اعتقد ان لو اتعمل احصائيه لاكتر لعيب اتضرب من اول الموسم، خوان بيزيرا هيطلع طبعا بفارق عن اللي بعده كبير جدا، اكتر لعيب اتضرب السنه دي. خوان بيزيرا بيتضرب كتير جدا، بيتضرب كميه ضرب، يعني ممكن فيريرا مع الوقت يحاول يستغل ده ان هو يلبس المنافسين في كروت حمراء كتير قوي. خوان بيزيرا بيتضرب كتير جدا جدا، بالرغم ان هو ما لعبش اول ماتش وتاني ماتش نزل كبديل في ماتش المقاولين، بس انا اعتقد ان ده اكتر لعيب اتضرب في الدوري لحد دلوقتي وبمسافه كمان عن اللي بعده. في الدقيقه 36 حاول المصري ان هو يرد، دغموم بيرفع واحده لصلاح محسن، بس صلاح محسن بدماغه بعيد عن، زي ما بقول لك صلاح محسن انا شفته افضل لعيب المصري في الماتش. صلاح محسن نضج جدا كرويا، تحركاته كويسه جدا في الملعب، بيلعب في كل حته، على اليمين هتلاقيه، على الشمال هتلاقيه في العمق، لعيب كورته حلوه، بيقدم واحده من افضل مستوياته منذ ان كان في انبي. وانا ما اعرفش ليه هو غايب عن منتخب مصر، يعني انا بشوف ان صلاح محسن مؤخرا افضل من اسامه فيصل، فانا ما اعرفش ليه صلاح محسن غايب عن منتخب مصر. لعيب وصل لنضج كروي ممتاز جدا، بيقدم موسم كويس جدا، وكمان سنه صغير، سنه مش كبير، هو تقريبا عنده 27 سنه يعني، فسنه صغير. فانا ما اعرفش ليه صلاح محسن من الناس اللي غايبه عن دماغ الكابتن حسام حسن. في الدقيقه 39 بنتايج بيعمل واحده كده من بتوع بنتايج اللي هي كانت بتحصل السنه اللي فاتت، وهو بيخترق وبيجري وبياخد الوينج الشمال ده كله وبيرفع واحده على راس ناصر ماهر، بس ناصر ماهر برده بعيد عن مرمى عصام ثروت. وبنتايج امبارح في ماتش المصري تحسه كان بنتايج بتاع السنه اللي فاتت اللي جمهور الزمالك كان بيطالب الاداره تشتري عقده بعد ما كان فقط جاي من سانت تيان بنيه الاعاره، لا كانوا بيطالبوا الناس انها تعمل اي حاجه عشان تشتري عقد بنتايج. وفعلا لما ده حصل كان في افراح كبيره جدا عند جمهور الزمالك. بنتايج السنه دي في اول 5 ماتشات كان مستواه متذبذب جدا وكان سيء جدا، وكنت تحس ان هو مش مركز وفي دماغه كذا حاجه. في ماتش المصري بنتايج واحد من نجوم الماتش، دفاعيا هجوميا في التغطيه العكسيه في كل حاجه، فكرك ببنتايج بتاع السنه اللي فاتت. وهل السبب في ده عوده فتوح، ولما فتوح بدا يرجع فبدا بنتايج يقلق ويخاف على مكانه فبدا يركز وبدا يرجع بنتايج بتاع السنه اللي فاتت؟ انا مش عارف بصراحه، بس لو هو ده السبب فمصلحه في الاخر هتعود على الزمالك وعلى جمهور الزمالك، لان بقى عندك فتوح تاني رجع وعندك بنتايج رجع لمستواه، فالمستفيد الاول طبعا هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. ويا ريت فتوح يركز عشان هو كمان يبدا ياخد مركز اساسي في نادي الزمالك، لان طبعا احمد فتوح لعيب كبير، وتحس يانيك فيريرا عايز يعتمد على فتوح اكتر في ناحيه النص. يعني في ماتش وادي دجله لما نزله
نزله في خط النص. غلط في ماتش وادي دجله، بس حتى امبارح نزله اخر 5 دقائق وبرده كان بيلعبه في خط النص، منزله مكان دونج عشان يلعب في خط النص. فتحس يانيك فيريرا عايز يحط فتوح في الحته دي وشايفه في الحته دي، وحاطط بنتاج هو اللي وينج اللي باك شمال. فتحس في كده بنتاج امبارح واحد من نجوم الماتش. تعدي بقى اخر 5 دقائق في عمر الشوط الاول، الشوط اللي كان من امتع اشواط الموسم بصراحه، من غير اي خطوره تذكر. الفرقتين يعني اللعب سجال ما بين الفرقتين، الزمالك خد اللي هو عايزه ومشي الماتش زي ما هو عايز، النصر ما فيش اي ردة فعل خالص، ومحمود ناجي بيحسب 3 دقائق يعدوا زي ال5 دقائق الاخر في الشوط من غير اي خطوره تذكر. لعيبه الزمالك خدت اللي عايزاه كله من الشوط الاول وخرجت منه متفوقه في النتيجه 1-0. بتبدا احداث الشوط الثاني من غير اي تبديل. زي ما بقول لك الماتش ده هو اكتر ماتش اثبت لي فيه فيريرا ان هو عنده حاجه يقدمها. الماتش ده فيريرا كان مذاكر المصري كويس جدا، حاول ان هو يخلق فكره لعبه جديده بضربه دفاع بباصه واحده، فكره الضغط العالي نجح فيها، وحافظ على مستوى اللعيبه بدنيا بالتدرج طول احداث المباراه، ان لعيبه الزمالك عرفت تحافظ على مستواها البدني طول احداث المباراه. كان مذاكر فيريرا المصري بشكل كويس جدا، وكان عارف هو عايز ايه من الماتش، فبدا يبين للجمهور ان هو عنده حاجه يقدمها، عكس الكابتن نبيل الكوكي اللي قلت لك غلط في 3 حاجات. وهشرح لك برضو دلوقتي حته دغموم بالتحديد لما نقلوا ناحيه اليمين. تعدي اول 10 دقائق من الشوط الثاني، الزمالك هو اللي ماسك الكوره، بس برضو استحواذ، ماسكين الكوره اللعيبه من غير اي خطوره تذكر، الا بعض الخطوره اللي من ناحيه خوان بيزيرا، وبيحاول ان هو يعدي تعديه فرديه ويشوط، ولكن كانت بتبقى شوطات ضعيفه او سهله في ايد عصام. جت الدقيقه 50 ولحد ما خرج في الدقيقه 61 ادم كايد كان انتهى بدنيا. ادم كايد ما كانش قادر حتى يمشي في الملعب. في كوره عدي الدباغ كان واخدها وادم كايد جنبه، فعدي اتزحلق، وادم كايد لو مشي خطوه هياخد هو الكوره، حتى لعيبه مصر ما ضغطتش. ادم كايد كسل ان هو يروح على الكوره لحد ما كريم العراقي شتت الكوره وبعدها، وعشان كده انا بقول لك ان انا حاسه لعيب كسول. لما نبيل الكوكي شاف ان ادم كايد مكسل كده وانتهى كده بدنيا، قرر ان هو ينقل دغموم ناحيه اليمين عشان ينقل اللعب كله بتاع المصري ناحيه اليمين على الناحيه اللي فيها بنتايج باك شمال طبعا نادي الزمالك. دغموم مش لعيب وينج برضه، دغموم لعيب يلعب من العمق، ياخد الكرة يبني لك الهجمه، يدخل لك من العمق، زي مثلا الجول اللي جابه في كهرباء الاسماعيليه قبل التوقف كان جاي من العمق. واغلب اجوان دغموم او صناعته حتى للاهداف بتبقى من العمق. هو مش هيقدم لك الحاجه اللي ناحيه الوينج، بس الكابتن نبيل الكوكي نقل دغموم عشان ينقل اللعب كله ناحيه اليمين، لان ادم كاد ما كانش بيقدم اي مساعده دفاعيه في الشوط الثاني مع بنتايج، فبقى بنتايج لوحده في مواجهه اي هجوم من مصر سواء عن طريق دغموم او كريم العراقي. بس حظ الكابتن نبيل الكوكي السيء ودغموم ان بنتايج كان بنتايج بتاع الموسم اللي فات، فكان مركز جدا، فعشان كده دغموم حتى اما اتنقل ناحيه اليمين ما قدمش الزياده الهجوميه او الفعاليه الهجوميه المنتظره منه، ففشلت هنا برضو خطه الكابتن نبيل الكوكي. ومن الاول عموما دغموم لعيب عمق، هو برضو ما كانش هيقدم لك الشيء المطلوب قوي منه، لانه هو لعيب يبان اكتر في العمق اكتر من انه يبان وينج، هو مش لعيب الوينج اللي هيقدم لك اللي انت منتظره من الوينج اليمين بتاعك. في الدقيقه 61 بيخرج من الزمالك ادم كايد وعدي الدباغ عشان ينزل مكانهم عبد الحميد معالي وعمرو ناصر، وبرضو من المصري بيخرج عم احمد عامر ومحمود حماده، وبينزل مكانهم ايمو بيتشا وعمر الساعد. وفي الدقيقه 63 عمر جابر بياخد الكوره يلعبها لاخوان بيزيرا، بيزيرا بيرقص ويباص لعمر جابر اللي بيجيب جول من احلى اهداف الجوله لحد دلوقتي عشان تبقى النتيجه 2-0. نرجع بقى لدونجا. فاكر لما كنت انا بكلمك على دونجا من بعد جون عدي الدباغ رجع بقى دونجا اللي مقدم مستويات جيده جدا منذ بدايه الدوري. دونجا رجع بقى بعد من الدقيقه 30 مسك خط النص، بقى مسيطر على خط النص وفاق في الماتش. ويمكن حاله الفوقان اللي بقى فيها دونجا من بعد الدقيقه 30 كانت برضو السبب اللي خلى الكابتن نبيل الكوكي ينقل دغموم ناحيه اليمين او ينقله وينج يمين، لان دونجا لما ركز قفل خط النص بتاع الزمالك من الناحيه الدفاعيه ضبه ومفتاح، خنق دغموم برده شويه، اختفى دغموم شويه قبل ما يروح ناحيه اليمين، فممكن ده كان السبب اللي خلى الكابتن نبيل الكوكي ينقل دغموم لناحيه اليمين. دونجا لما ركز قدر الزمالك ان هو يسيطر على الملعب واختفت تماما خطوره المصري، وهي دي اهميه وجود دونجا. وعشان كده بقول لك دايما ان انا ما بشوف ان دونجا ما يستحقش كل الانتقادات اللي بتجيله من جمهور الزمالك دي في اي تعثر بيحصل للزمالك،
وكمان من مميزات دونجا مع فيريرا ان هو لازم يبصم على اي كره في الناحيه الهجوميه لنادي الزمالك. دونجا بيقدم الزياده الهجوميه بباص ممكن يلعبه طويل ينقل بيه الملعب خالص، فينقل الهجوم لنادي الزمالك من لمسه واحده بكره طويله. حتى بباصاته القصيره اللي بقت على قدام دونجا تطور جدا في الحته دي بصراحه السنه دي. باصاته الطويله اغلبها بتبقى بشكل صحيح وراحه بالظبط لهجوم نادي الزمالك. باصاته القصيره بيقدر يبني بيها هجمه. فدونجا تطور جدا السنه دي، وانا فعلا بشوف ان دونجا ما يستحقش كل الانتقادات اللي بيتعرض لها من جمهور الزمالك. لعب 25 دقيقه في ماتش المصري بشكل سيء جدا، ما كانش دخل اصلا احداث المباراه، بس لما دخل احداث المباراه اتقلبت الميله خالص. الزمالك بقى هو الاقوى في الملعب، الزمالك بقى متسيد الملعب. لما دونجا دخل في احداث المباراه خنق دغموم خالص لدرجه ان الراجل راح ناحيه اليمين. كابتن نبيل الكوكي نقله خالص ناحيه اليمين. الراجل بيبصم على كل كره وهي في رجله، يلعب لك الكره الطويله فيعمل هجمه سريعه، الكره الشورت باص من رجله طالعه صح وطالعه لقدام. فدونجا تطور جدا هذا الموسم. وفي الدقيقه 65 بيخرج افضل لاعب المصري صلاح محسن وبينزل مكانه حسين فيصل. بعد التبديل ده انتهى بقى المصري خالص، تقريبا ما شفناش اي حاجه للمصري لحد اخر الماتش غير كوره كده حاول فيها دغموم من العمق، بس شاطها سهله في ايد محمد صبحي. وفي الدقيقه 68 بنتاج بيرفع واحده لحسام عبد المجيد اللي لوحده خالص بس بتطلع فوق العارضه. الشوط الثاني كان كله اللعب من ناحيه الزمالك كان هو اللي بيهاجم، كان الزمالك هو اللي خسران. كان في اختفاء تام للعيبه المصري. حتى مذيع المباراه في الدقيقه 70 قال لك انا حاسس ان لعيبه الزمالك في الملعب اكتر من لعيبه المصري. قلت لك قبل كده ان من اهم مميزات زمالك فيريرا هو ان اللعيب واقفه على رجلها بدنيا طول احداث المباراه باستثناء ماتش دجله، واللي كان السبب فيه هو غرور وتكبر اللعيبه في الماتش اكتر من اي سبب تاني سواء بدني او فني او اي حاجه. لكن الغرور هو اللي ادى للخساره قدام دجله. بس لا، لعيبه الزمالك في ماتش المصري شالت الصوره دي خالص من جمهورها. لعيبه الزمالك كانت واقفه على رجلها طول ال 90 دقيقه، وزي ما بقول لك انت بتلعب متصدر الدوري واكتر فريق وافضل فريق مقدم كره في الدوري لحد دلوقتي، وانت سايق الماتش كله وانت متقدم 2-0. انت اللي سايق الماتش وانت اللي ممشي الماتش على مزاجك. فشابوه بصراحه لفيريرا على اداره هذا الماتش اللي برغم كل الانتقادات اثبت في ماتش المصري ان هو عنده حاجه يقدمها وعنده شيء يخلي جون ادوارد فعلا كان يستحق ان هو يصبر عليه، عكس ما كان اغلب جمهور الزمالك بيطالب على السوشيال ميديا باقاله فيريرا. في الدقيقه 74 فاول للزمالك عبد الله السعيد بكل معلمه بيلعبه، عمرو ناصر بيطلع بدماغه ولكن بيتالق عصام ثروت عشان يمنع الزمالك انه يسجل ثالث اهدافه ويمنع عمرو ناصر انه يسجل اول اهدافه بتيشيرت الزمالك. وعندي احساس كده هقوله لك واحنا مع بعض بقى خلال الموسم ان شاء الله. عندي احساس ان عمرو ناصر هيبقى باسم مرسي بتاع الزمالك اللي كان موجود في 2014. انا ما اعرفش الاحساس ده جاي منين، بس انا حاسسها كده. وكل ما بشوف عمرو ناصر بفتكر باسم مرسي 2014 وهو جاي مهاجم رابع للزمالك وبينهي الموسم مهاجم مصر الاساسي. في الدقيقه 79 بينزل احمد شريف واحمد حمدي وبيطلع ناصر ماهر واخوان بزيره، نجوم اكتر اتنين كانوا متالقين في هجوم الزمالك في مباراه المصري. بعد كده بيفضل اللعب سجال، احمد شريف بيحاول بس محاولات فيها برضه استعراض، وهنيجي لاحمد شريف واحنا بنقيم اللعيبه. في الدقيقه 85 بيرفع كوره عمرو ناصر، محمد هاشم بيشده فبيرجع محمود ناجي للفار وبنقعد فيها 3 دقائق. وفي خلال وهو رايح للفار دغمون بيعترض، طب انت ليه رايح للفار؟ فبيديله انذار. بيرجع بعد ما بيتاكد من الفار بيحسب ضربه الجزاء للزمالك وبيطرد على اثرها محمد هاشم. بيدخل عبد الله السعيد في الدقيقه 89 عشان يسجل اول اهدافه هذا الموسم وثالث اهداف الزمالك من عمر المباراه. بعد كده محمود ناجي بيحسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، بينزل فيهم احمد فتوح بدل دونجا، وبينزل فيهم في المصري خالد صبحي مكان منذر طمين. بيعدوا ال6 دقائق طبعا. خلاص الزمالك خد اللي هو عايزه من المباراه. لعيبه المصري استسلمت تماما ومفيش اي رد فعل. وبعد كده بيصفر محمود ناجي عشان ينهي المباراه بفوز الزمالك على المصري البورسعيدي 3-0. وبهذا الفوز يتصدر الزمالك الدوري المصري منفردا برصيد 13 نقطه، ويبقى المصري في المركز الثاني برصيد 11 نقطه. الزمالك يوم الخميس هيلاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه الساعه 5 ان شاء الله، والمصري هيلاعب غزل المحله ان شاء الله يوم الاربعاء في الجوله السابعه من عمر الدوري المصري. ندخل بقى على تقييم لعيبه الزمالك في الماتش النهارده. محمد صبحي لم يختبر، هنديله 6 من 10. عمر جابر والهدف اللي جابه وشكل وجود
اللعيب الكيني اوشمينج هيخوف عمر جابر شويه، هو كمان قدم مباراه جيده جدا بصراحه سواء دفاعيا او هجوميا، ترجمها بالهدف الرائع اللي جابه اللي هيبقى من احلى اهداف الجوله السادسه من الدوري المصري، نديله 8. محمود بنتايج بتاع زمان، انا افتكرته امبارح وانا بتفرج على الماتش، هو ده بنتايج اللي الزمالك اشتراه من سانت تيان، هو ده بنتايج اللي كان واحد من اهم 3 لعيبه في موسم الزمالك الموسم الماضي، هو ده محمود بنتايج. 9/10. خطين الدفاع محمد اسماعيل، عجباني قوي ثقته في نفسه، بس الثقه دي ممكن تكلف الزمالك اهداف. في كورتين عملهم في الماتش امبارح بكل ثقه، ممكن في ماتشات تانية يعني ايه يخلوا الزمالك يدخل في جول، لان كان فيهم واحده وهو ومنه لصبحي مع لو اتقطعت خلاص جول. بس عجباني ثقته، عجباني ان هو في اول ماتش وعنده ثقه انه يعمل حاجه زي دي، فدي تبين ان هو لعيب واثق ومن امكانياته، لعيب ان هو فاهم هو هيلعب الكره ازاي، كمان موضوع ان هو بيخرج بالكره والكره بتطلع من رجله مظبوطه وعلى قدام وبتطلع من رجله شكلها كويس، دي حاجه هتميزه طبعا على مدار الموسم انه يبقى مدافع اساسي في نادي الزمالك، لانه هو افضل لعيب بيقدم الحته دي او عنده الحته دي في دفاع الزمالك كله. هنديله 7/10. حسام عبد المجيد برضه ما جاش عليه حاجه النهارده، بس كان في التدخلات والالتحامات عجبني بصراحه عكس الماتشات اللي فاتت، كان في يعني اللي هو هتحس عنده نضج وعنده تقل كده في الملعب، مدافع تقيل فعلا حسام عبد المجيد. 7/10. محمود دونجا لحد الدقيقه 29 لما عدي الدباغ جاب الجول 0/10. من الدقيقه 30 لحد الدقيقه 90 لما خرج ونزل احمد فتوح 8/10. دونجا بيقدم موسم افضل بكتير من المستويات من المواسم اللي فاتت، دونجا بيبصم على اي كوره رايحه كهجمه لنادي الزمالك، دونجا دفاعيا لما بيبقى مركز بيقدر ان هو يبقى مغطي المساحه اللي هو فيها بشكل رائع وشكل كويس جدا. دونجا خف عليها جمهور الزمالك، ما يستحقش كل الانتقادات اللي بيتعرض لها دي. عبد الله السعيد، تحيه كبيره جدا للاسطوره واسطوره كره القدم المصريه عبد الله السعيد، اللي لازم يتحط في خانه الاساطير، ثالث هدافين الدوري عبر تاريخه. الراجل ده يا جماعه لما يعتزل للمره الثانيه بنقولها، لازم نادي الزمالك ويا ريت منتخب مصر يستفيدوا بخبراته، لازم الراجل ده يبقى مسؤول عن ملف الناشئين جوه مصر، الراجل ده هو اللي ينفع يدي النصيحه للناشئ، الناشئ اما هياخد النصيحه من واحد زي عبد الله ويراجع الهيستوري بتاعت عبد الله، لا هو هيقتنع بكلامه، هو ده اللي انا هقتنع بكلامه، هو ده لما هيقول لي اعمل كذا لازم اعمل كذا عشان هو عمل كذا، ففضل في الليفل ده لحد ما عدى ال 40 سنه، فانا اكيد هسمع الكلام ده، مش هلاقي له غلطه ان انا همسك له عليها واقول ايه ده هو جاي ينصحني انا، ما كان نصح نفسه زمان. الراجل ده لازم تستغل عقليته، ولازم تستغل ان هو محافظ ما شاء الله الله اكبر على لياقته ومحافظ على مستواه اللي هو وهو داخل على ال 41 سنه، فده اللي لازم تديله ملف الناشئين، ولازم النادي الزمالك يستفيد من عقليه عبد الله السعيد. وعشان كده كابتن محمد صلاح لما اتسال قبل كده مين اللعيب اللي ممكن تحط صورته في اوضتك، قال عبد الله السعيد من غير ما يفكر، لان عبد الله السعيد هي العقليه اللي يحب محمد صلاح انه يتعامل معاها. عبد الله السعيد 8/10. ناصر ماهر، اتمنى الاستمراريه في الاداء اللي انا شفته منك امبارح، لان انت عندك الموهبه، لو انت حسيت بقيمه ده، لو انت حسيت بقيمه الموهبه اللي ربنا مديها لك هتبقى اساسي في منتخب مصر. لو بقيت عايز بس ان انت خلاص لبست تيشيرت الاهلي وتيشيرت الزمالك فانا اعتزل والموضوع انتهى، فانت اللي هتخسر في الاخر. استمراريتك هتخليك واحد من اهم 3 لعيبه في مصر، واستمراريتك هتفيد الزمالك جدا، واديك شفت لما بتبقى مركز ازاي شكل واداء الزمالك هجوميا بيتغير. اخوان بزيره معشوق جمهور الزمالك دلوقتي، اللي نسى جمهور الزمالك احمد السيد زيزو. 9/10. هجوميا دفاعيا كل حاجه قلت لك، وان انا عجبني قوي التغطيه الدفاعيه بتاعته، عجبني قوي ان هو بيدخل بيلتحم بياخد الكوره يبني بيها هجمه، مش بيدخل ان هو بيحلق وخلاص او ان انا اسمي عملت المسانده الدفاعيه وخلاص. ادم كايد اللعيب الفري ستايل، محتاج ان انت تبقى مش كسول، محتاج تبقى نشيط اكتر من كده، لان انت حتى لو ما بتلعبش في مركزك اللي هو الوينج انت مش مقدم اي شيء للجمهور يخلي الجمهور حابب وجودك في الملعب، لان كمان الكسل شيء بيخلي الجمهور يعني ما يحبش اللعيبه لو اللعيب اصلا مكسل، فانا ليه هدعم اللعيب؟ فادم كايد لو فضل على المستوى ده اعتقد ان هو يعني هيفقد مركزه حتى على دكه بدلاء الزمالك في الفتره الجايه. ادم كايد 3/10. عدي الدباغ، المهاجم اللي انتظرته كل جماهير الزمالك وفرحت جدا بالصفقه،
لسه اللي جاي هيبقى اكتر. بتحاول ولكن ساعات كتير ما بنحسش بوجودك، بتضيع انفرادات كتير. مش دي جودة المهاجم اللي كان جمهور الزمالك مستنيها. مش ده هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين. عدي الدباغ 6 من 10. نيجي بعد كده اللعيبه اللي نزلت، كان عبد الحميد معالي وعمرو ناصر. عبد الحميد معالي ما ظهرش، لسه اللعيب صغير في السن. اللعيب كان غايب الماتشات اللي فاتت، ما لعبش غير اول ماتش وتاني ماتش في ماتش المقاولين. بعد كده غاب خالص، ما كانش حتى بيبقى موجود على الدكه. لسه راجع من ماتش ودي كان مع منتخب المغرب للشباب، فما ظهرش. 3 من 10. عمرو ناصر زي ما بقول لك، انا احساس ان انا في اخر الموسم يبقى عمرو ناصر هو باسم مرسي الزمالك في موسم 2014. نزل ضيع كرة بدماغه، كان متمركز صح، تسبب في ضربة جزاء لنادي الزمالك. عمرو ناصر 7 من 10. بعد كده نزل احمد حمدي واحمد شريف. اتكلم الاول على احمد حمدي. احمد حمدي الاصابه اثرت على مستواه، بس انت في ماتش دجله وفي ماتش المصري نزلت، خدت وقت شويه، ما حسيتش بوجودك خالص. فانا يعني انا فاهم ومتفهم نقطه ان انت راجع من رباط صليبي وكل الكلام ده، بس برضو انت في النص دخلت نفسك في مشاكل مع الاداره، دخلت نفسك في قصص وخناقات فلوس وكده. ده برضو اكيد مؤثر على مستواك. عندك الفرصه وعندك الموهبه ان انت تبقى موجود في تشكيله نادي الزمالك الاساسيه. وانا قلت لك قبل كده، اي لعيب كان جوزيه جوميز بيعتمد عليه، تاكد ان هو يستحق، او تاكد ان هو يقدر يبقى اساسي في تشكيله الزمالك مع يانيك فيريرا. فانت عندك برضو، عندك نفس اللي عند ناصر ماهر، وعندك الموهبه، ولكن انت بتدخل نفسك في مشاكل. وكنت في الاهلي برضو بتدخل نفسك في مشاكل بتخلي الناس تنفر منك وتبقى مش حابه التعامل معاك، وده بيأثر عليك انت في الملعب. ربنا اداك الفرصه ان انت بعد ما مشيت من الاهلي وكنت هتختفي خالص ورحت لعبت في كندا والجونه، وحاجات كانت هتقلل من كاريرك كتير بعد الاعتزال، لا انت جيت الزمالك، ربنا اداك فرصه ان انت سجلت جول من اهم الاهداف اللي هيفضل جمهور الزمالك فاكرها على مدار تاريخه، هو جون الكونفدراليه قدام نهضه بركان اللي جاب للزمالك بطوله الكونفدراليه الثانيه في تاريخه. فجمهور الزمالك حبك عموما. فيا ريت تحاول ان انت تشتغل اكتر على نفسك، وتحاول ان انت تجتهد اكتر، لان انت عندك كتير تقدمه للنادي. ولان انت لو مشيت من الزمالك اخر الموسم، وده اخر موسم ليك في عقدك، فانت ممكن ما تجددش العقد، او الاداره ما تطلبش ان هي تجدد عقدك اصلا، هتنزل لداون جريد، وانت امكانياتك وموهبتك اعلى من ده. فيا ريت يبقى في تركيز اكتر، لانك في ماتش المصري امبارح او في ماتش وادي دجله اللي فات ما حسيناش بيك خالص لما نزلت. 2 من 10. احمد حمدي. احمد شريف، هتكلم على احمد شريف. انا شايف ان احمد شريف لعيب مهتم اكتر بالحياه الخارجيه اكتر من ان هو بقى لعيب في الزمالك. انا شايف ان هو لعيب كل شويه تسريحه شعر، كل شويه صبغه شعر، بينزل بيحاول يستعرض كتير، بيلعب الباصه كده اللي هو فيها مرونه شويه، ما فيهاش الاسترجال اللي مطلوب من لعيب لسه جاي الزمالك عايز يثبت نفسه، في سنه غرور كده برده في الملعب. فالمفروض انت جاي من فاركو للزمالك، فحصل لك ابجريد كبير قوي في الكارير بتاعك. المفروض تبقى بتموت نفسك في الملعب اكتر من كده. المفروض ما تبقاش مركز مع تسريحه شعر، مع صبغه شعر، مع الكلام ده كله. لا، انت بتبقى مركز في الملعب بس، وتبقى مستني الفرصه عشان لما تجيلك تموت نفسك عليها. انت المفروض جاي وينج ليفت في الزمالك، فلما شيكو بنزا كان حصلت المشكله بتاعته في ماتش المقاولين، او المشكله برده الثانيه اللي حصلت قبل ماتش المصري، فقرر يانيك فيريرا ان هو يستبعده من القائمه. فانت لو مبين حاجه في التدريب كنت هتنزل اساسي اكيد في ماتش المصري، بس انت مش مبين حاجه. حاسس ان في رعونه كبيره قوي في الاداء. احمد شريف هياخد واحد، وهياخد اقل تقييم بصراحه في اللعيبه كلها، لان احمد شريف انا ما بحبش اللعيب اللي احسه نازل يتدلع او نازل يتمنظر. ده اللي انا حاسه في احمد شريف. اخيرا احمد فتوح نزل 5 دقايق بس اللي نزلهم، ما حسيناش بيه. اتمنى اشوف احمد فتوح اكتر، لان اكيد اتكلمنا كتير امكانياته، ولو ركز في الملعب بس وركز في كارير الكوره بس هيعدي ناس كتير قوي، وهياخد الصيت اللي هو فعلا يستحقه. مش هقيم احمد فتوح لانه ما لحقش يلعب بس كده. يانيك فيريرا على تركيزه في الماتش، على مذاكره المصري، على ان هو كان مركز قوي خلال احداث المباراه، وكان عارف ازاي يشتغل على ان هو حاول يبتكر لعبه جديده في ان هو هيضرب دفاع المصري، لان دفاع المصري بيلعب دفاع متقدم، فهيضربه بباصه واحده يجي منها جول. حتى لو الفكره دي ما نجحتش في ماتش المصري اكيد هتنجح في الماتشات الجايه. قرايته للماتش ان هو اشتغل تحت ضغط الجمهور بينتقد اداؤه مع الفريق، الجمهور بيطالب برحيله، قدر ان هو يواجه كل ده، وان هو يعمل ماتش قدام متصدر الدوري ويكسبه 3-0. الفريق اللي الزمالك ما كسبوش في الدوري المصري بقاله 6 ماتشات، الفريق اللي اخر 4 ماتشات بين الزمالك وبين المصري البورسعيدي كلهم انتهوا بفوز المصري.
فان هو يعمل ده قدام متصدر الدوري، الفريق المستقر ماديا، الفريق اللي معاه مدرب من افضل المدربين اللي موجوده في مصر، الفريق اللي قبل التوقف الدولي في 5 جولات هو افضل فريق بيقدم كرة في مصر، فانك تكسبه بكل سهوله كده 3-0، فشابوه يا نيك فيريرا، هديك 9 من 10. بس كده، كنت معاكم انا خالد، استنونا في تحليل ماتش الاهلي وانبي بكره ان شاء الله. اتمنى الحلقه كانت تبقى خفيفه عليكم. سلام.